القمص بيمن عبد دكران كاهن دير الشهيدة دميان القديس العظيم الأنبا موسيس بعرابة أبيدوس تبع مدينة البليانة. الدير يرجع تاريخه إلى القرن السادس الميلادي أو ما قبل ذلك بسنين، يعني حوالي 50 سنة. الدير عرفنا تاريخه من زيارة البابا ساويرس الأنطاكي، والبابا ساويرس الأنطاكي ده كان في القرن السادس، جاء زار هنا دير القديس العظيم الأنبا موسيس. الدير يطلق عليه دير الشهيدة دميانة والقديس العظيم الأنبا موسيس. القديس العظيم الأنبا موسيس ده كان في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس، عاش هنا وترهبن هنا، ويقال إنه هو الملاك اللي لبسه زي الرهبنة. القديس الأنبا موسيس ده كان ليه بعض الرهبان حوالي 1200 راهب، وكان يسكن في المنطقة دي. المنطقة دي كان في هنا منطقة معبد تهدم حاليا اسمه معبد بويس. المعبد ده كان فيه روح شرير، كان أي حد يعدي يعمل له عاهة مستديمة، يعني ممكن يكسر رجل يكسر ايد حاجه زي كده. أنبا موسيس بقداسته بروحانياته خد بعض من الرهبان وقعد يصلي هناك في المنطقة دي اللي فيها المعبد دي. المعبد كان فيه روح الشرير ده يصرخ وأنبا موسيس يصلي، وبعد كده بقت المنطقة آمنة وسكنوا فيها الرهبان، ووصل عدد الرهبان في أيام أنبا موسيس حوالي 1200 راهب. كان ليه تلميذ اسمه القديس مقروفيوس. القديس مقروفيوس ده من الجنادلة وفي طبع أسيوط. الجنادلة دي فيها دير اسمه دير القديسة العذراء مريم والقديس مقروفيوس، ولذلك حتى تلقى في الصورة هنا في التلمذة. القديس مقروفيوس ده كان ابن ملك، وكان ليه أخين تاني جزار هنا المنطقة مع البابا ساويرس الأنطاكي في أواخر القرن الخامس، وعجبته الرهبنة وترهبن وبنى دير، وإخواته الاثنين هم اترهبنوا. الكنيسة تطلق عليه زي ما قلنا في الأول دير الشهيدة دميانة والقديس العظيم الأنبا موسيس. الكنيسة فيها 7 مذابح من الناحية اليمين ناحية الشمال. هنبدأ هي مذبح يوحنا المعمدان، مذبح الشهيدة دميانة، مذبح الشهيد العظيم ماري جرجس رئيس الملائكة ميخائيل. مذبح ده بتقدم عليه الذبائح، الذبيحة اللي هي القربان اللي احنا بنقدمها، يقدمها الكاهن فقط، والشماس اللي هو الخادم مع أبونا. باقي المذابح القديس أنبا موسيس زي ما قلنا، القديسة العذراء مريم، القديس الأنبا أنطونيوس وأنبا بولا مذبح. ورا مذبح الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا في طافوس، وكلمة طافوس كلمة يونانية معناها مدفنة. الكنيسة فيها 25 قبة، بها 3 خوارس: خورس قدس الأقداس، خورس المؤمنين، خورس الباكين. معناها كلمة قبطية معناها صف، يعني صف كده، يعني صفوف. كان هنا في القدس الأقداس ما يخشوش غير الكاهن والشماس. المؤمنين كانوا هنا اللي هم اتعمدوا وبقوا مسيحيين يحضروا الصلوات الطقسية بتاعت القداس. الباكين عند العظة أول ما تخلص العظة يمشوا، وبعد ما يبقوا مؤمنين يبقوا مسيحيين يرجعوا تاني يخشوا خورس المؤمنين. الكنيسة تبعد عن مدينة البلياني حوالي 10 كيلو، وعن معبد رمسيس الثاني من ناحية اليمين حوالي 1.5 كيلو. اتجددت الكنيسة فيها معمودية قديمة من الناحية القبلية، ومعمودية حديثة اللي هي بداية أي شخص مسيحي لازم نعمده هو طفل صغير. الكنيسة فيها بير أثرية من القرن ال18، والأحجبة اللي احنا شايفينها دي هي من القرن ال18. يعني التطورات بسيطة، يعني المبنى أساسا يعني احنا طلعنا لقيناه كده، لكن تاريخه الأساسي ما نعرفش. لكن هي الكنيسة أساسا من القرن السادس الميلادي. الكنيسة في 3 أديرة تاني: دير ماري جرجس في بيت علام تبع مركز جرجة، ودير أنبا براهام في فرشوط. دول
فيهم كان رهبنة زي دير القديس العظيم الأنبا مويسيس. الكنيسة فريدة من نوعها، ما فيش كنيسة متهيألي أنا يعني على ما أعتقد 7 مذابح غير كنيسة دير الشهيدة دميانة هنا في عرابة أبيدوس. طبعا إحنا بنصلي لحد والأربع والجمعة. نسبة الزائرين يعني في اليوم لحد مش أقل من 500 ألف شخص. هنا في تاني في دير الدير، في دير تاني حديث يعني حوالي من 20 سنة، دير الراهبات. نحتفل بعيد الشهيدة دميانة في 20/5. 20/5 بنحتفل بعيد، بيكون عيد كبير خالص، ياخد 3 أيام كده في من 19 ل 21. صلي كل الأعياد على مدار السنة، عيد الميلاد، عيد الغطاس، عيد القيامة. بنصلي على مدار السنة هنا 3 أيام في الأسبوع ومع المناسبات الأفراح، وبنصلي الجنازات. بتخدم القرية كلها، الدير بيخدم القرية كلها. الناحية الغربية في المقابر المسيحيين بتخدم حوالي نصف المركز من الناحية الغربية. بنخدم حوالي 15 قرية في المدافن. القس ميخائيل الكمس جرجس، راعي كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا موسيس بني منصور عرابة أبيدوس البلينة. الأول المكان يبعد عن البلينة 10 كيلو، تحت رئاسة نيافة الحبر الجليل المطران المحبوب الأنبا ويصة. بيخدم المكان أثري، بيجي الزوار من جميع أنحاء الجمهورية. زي ما انتم شايفين مكان كنيسة أثرية لها طراز خاص، بتخدم حوالي 3 4 5 قرى اللي هم خدمة، لكن الزوار بتيجي من جميع أنحاء الجمهورية. الاحتفال في شهر 5، بنحتفل بشهر 5 في عيد تكريس الكنيسة. الاحتفال بيستمر 3 أيام، يستوعب يعني الزوار بتبقى مش أقل من 20 ل 25 ألف في هذا في اليوم في اليومين الاحتفال. نخدم حوالي 5000 فرد هنا القرى اللي تابعنا في الخدمة. ده المدخل الأثري زي ما احنا شايفين، المدخل الأثري والنقوش الأثرية، وكانوا يتعمدوا انهم يعملوا المدخل واضح على أساس انه الكل لازم يبقى خاضع وساجد هو وداخل مبنى الكنيسة الأثري. الكنيسة زي ما احنا شرحنا وزي ما اتكلم أبونا 3 خوارس، وده الخورس الأول. وهنا المذابح. هنا المذابح زي ما احنا شايفين. الكنيسة مبنية بالطوب اللبن، 24 قبة. 24 قبة، كل الخورس 7 قباب، 3 في 7 21 و2 و1، 24 قبة. في هنا يوجد تحت المذبح مهرب، ده زي الحصن في الدير المحرق. الحصن ده زي مهرب لأيام اضطهاد البربر والرومان، لما كان الهجوم على الدير وعلى الكنيسة. كان الكاهن أو الراهب اللي مصلي ياخد الذبيحة ويكمل طقوس الصلاة تحت. أما باقي الرهبان كانوا يواجهوا وكانوا يستشهدوا، لكن الكاهن اللي كان مصلي وكمل صلواته وطقوس الصلاة ياخد الذبيحة وينزل تحت المذبح، عبارة عن أوضة تحت المذبح، تحت يكمل طقوس الصلاة.